الثاني باش يكون بعد قليل. باش نواصل مع سندس ساغا، وكذلك باش نستقبل مطرب نقدموه لأول مرة حتى نتعرف على هذه التجربة، تجربة عاطف نور، باش يكون في الجزء الثاني بعد قليل. إلى اللقاء.
عاطف نور. تفضل عاطف، مرحبا بك. تفضل عاطف نور في هذه الأغنية اللي رافقها بلوحة راقصة. مرحبا يا عاطف. الله يخليك سي حاتم وبيك أكثر، ونشكروك على الاستضافة هذه الحلوة. مرحبا بك. كان تحكي لي فكرة على عاطف نور. أنا ساعات ندعي أني نعرف المطربين الكل في الساحة الفنية، لكن عاطف نور برز في الأيامات الأخيرة، وعندك برشا أحباء على الإنترنت وبعثوا لنا على الحصة وربي يجيبوا لنا عاطف نور، جيبوا لنا عاطف نور، فبحثنا على عاطف نور. كيفاش بإمكاننا باش نقدم عاطف نور للسادة المشاهدين؟ والله عاطف نور كفنان نقدمه بدايتي كانت كعزف أورج على الساحة الفنية، كما تعرف برشا فنانين وبرشا عازفين وخيام. بعد الانطلاقة مارست الغناء. لا سنة عازف أورج، تو بدأت ترجع لي تصور. تو تذكرت بديت عازف أورج مع الهادي حبوبة. هذا هو يعني. هاي التصويرة رجعت. تحية بالمناسبة. التصويرة رجعت، وتعرف كيفاش رجعت التصويرة؟ وقت اللي ريت الرقصة نتاعك فما برشا تأثر بالهادي حبوبة. يعني وتذكرتك كيفاش كنت تعزف أورج مع الهادي حبوبة. هذه بدايتي كانت معناتها منذ 17 عام توا. نعم. عندي 7 سنوات يعني مريت بها بالعزف. وتوا موجود يعني في الساحة الفنية كفنان استعراضي. عندي 10 سنوات. عملت 3 انتاجات. 3 أشرطة. 3 انتاجات. 3 أغاني. انتجت يعني أول إنتاج انتجته أغنية على الجالية التونسية بالخارج. واغنيه على الاعياد الوطنيه نتاعنا. هذايا اول معناتها انتاج كان سنه 2003 من كلمات رضا النغاوي ومن الحاني انا، اول تجربه معناتها، وتوزيع لشكري حواله. الانتاج الثاني اللي هو سي دي كما عرفوني به معناتها اغنيه على الترجي الرياضي التونسي. عملت 3 اغاني وخذت صدى حلو برشا. هذا اول اتصال كاني بالجمهور. وسنة 2010 هذا أول 4 أغاني من ألبوم إن شاء الله باش نكملوا آخر لمسة نتاعو توفى بعد شهر رمضان إن شاء الله. والأورج ما عادش؟ العزف على الأورج يعني خليته لي أنا. والتفرغ للغناء. التفرغ للغناء والاستعراض، هذا هو معناها. الاستعراض معناها ترافق الأعمال وقت تغني ترافقهم بهذه اللوحات. يعني الأغنية نتبع الإيقاعات الشعبية معناتها شنو قاعدة تعمل. اللون اللي تقدمه هكذا الكل شعبي هكا، تبحث في نخدم اللون التونسي والشعبي، يعني مزج بين الآلات التونسية والآلات الشعبية. كلمات والحان شكون الأغنية اللي قدمناها؟ الأغنية هذه دك كلمات رضا بركات، ألحان رضا بركات طبعا، والتوزيع اللي عليه كعباشي. نعم. باش نقدم توا أغنية أخرى لعاطف نور حتى تحصل لنا فكرة واضحة على هذه التجربة، معناها تجربة جديدة بالنسبة لنا احنا. مطرب انطلق من العازف على الأورج، كان مع فرقة الهادي حبوبة، يخرج بمفرده يقدم أعمال غنائية مرفوقة بلوحات استعراضية. قلت فما تأثر بالهادي حبوبة في الرقصة نتاعو، صحيح؟ والله هذا كان تأثر مش تقليد، يعني باش نبعد على التقليد، لأنه بالنسبة لي أنا الأب الروحي الهادي حبوبة، يعني مغروم بي منذ الصغر معناتها. وهذا يعني مش أول مرة معناتها، أنا الاستعراض كنت مغروم به منذ الصغر معناتها كنت في أي فرح يكون في العائلة نكون موجود على المسرح، أول واحد ننطلق ديريكت على المسرح ونعمل الرقصات هذيك مع الفرقة اللي تكون موجودة معنا. تحفظ له أغاني زاد الهادي حبوبة؟ فما تأثر بأغانيه؟ والله طبعا. شنو هي الأغنية مثلا اللي تحفظها له تو هكا على الطاير نسمع منها شوية لايف؟ مبين نجموا ناخذوا طبقة. ناخذوا حسين صال. الله يلا قولوا معنا مع بعضنا يعني أغنية معروفة للفنان الشعبي الهادي حبوبة. روح من السوق عمار، روح من السوق عمار، روح من السوق جاب الهبل غوبة خلوق عمار. زين العين رسال فاتو بنا فرحانه، زين العين يا
اللي توشان كل خلوقك مرشوق الساد في عين ابليس وحزم مطرز محزوق عمار روح من الله 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 السوق جنب القابل غوب خلوق عمار لو في برنامجك في المباشر تغني زاد بعض الاغاني هكا الشعبيه؟ نغني له بعض الاغاني بالخصوص لهادي حبوبه يعني نغني له معظم اغاني اللي ماخذه سكسي معناتها اللي يحبوها الجمهور تبارك الله. شنو يحبوها؟ انت قلت مسوق وعمار كملت من عندهم هما تبارك الله عليهم. نوجه لهم التحيه بالمناسبه، تصفيق عليهم، تصفيق على الفرقه الموسيقيه كل، قياده المايسترو انور، تحيه لهم. قدمت لي سي دي او قرص فيه 4 اغاني، اخترنا مع بعضنا زوز باش نقدمهم اليوم. قدمنا الاغنيه الاولانيه وعرفنا رضا بركات في الكلمات والكلمات والتوزيع اللي عليك عباشي طبعا. الاغنيه الثانيه ايش تقول؟ الأغنية الثانية هي تقول مخليك على هواك، هي أصل يعني التيتر ما نحكي. كلمات والحان زاد رضا بركات والتوزيع لي شكري بوديدح. نسمعك ونشاهدك عاطف نور. تفضل عاطف.
يعطيك الصحة عاطف نور، مرحبا بك، شكرا على هذه المشاركة الأنيقة بالزهور الممتازة، نحييك ونقول لك إن شاء الله حظ سعيد. الله يخليك خويا، إن شاء الله موفق في تجربتك هذه في هذا اللون الفني التونسي الشعبي والاستعراضي أيضا. تحياتنا لهذا الفنان الشاب عاطف. شكرا لكل الجمهور، شكرا للفرقة، إلى اللقاء.